الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان، أينما تواجدتم وأينما كنتم وأينما حللتم، فأهلا وسهلا بالجميع عبر شاشتكم، شاشة أبو ظبي الرياضية، في نقل حي ومباشر لفريق يعني للعرب الكثير والكثير في بادئ الأمر. شكرا للزميل الأستاذ يعقوب السعدي، شكرا للأفاضل كابتن خالد بيومي والكابتن ضياء السيد، واهلا بحجم المتابعه الكبيره على شاشه. انسى الموضوع، هذه كره ملعوبه داخل منطقه الجزاء، بتخلينا نتابع ونشاهد. الاهلي يقهر الصعاب دائما، الاهلي لا ممكن يخسر في بعض المباريات اللي تكون بصراحه مصر، تونس، المغرب، الجزائر، فارقة بشكل كبير جدا في أرضية الملعب، في المنشآت، في البنية. لا زال يتقدم، لا زالت الكرة عالية وعرضية. هاني الآن بيمشيها، شكلها طويلة لكنها لا زالت في أرضية الملعب. ضغط ممتاز. الكرة الآن ملعوبة يحيى عطية الله، عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء للنادي الأهلي. ركنية أخرى ثالثة على التوالي للنادي الأهلي بشكل سريع، عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء. الكرة بتتخلص إلى ضربة ركنية أخرى، تخلص تصل لمروان عطية، أطول من اللازم من مروان، بتعدي إلى خارج. الشحات، هاني وحدة، هاني بجد الشحات ويحيى عطية الله، عالية عرضية داخل منطقة كلنا مع بعض. بيرسي تاو تقدم، تاو بيحاول، وين رايح يا تاو؟ وسام أبو علي، سلامات إن شاء الله، حدث تاريخي لوسام. هاتوا خد كرة حلوة للنادي الأهلي أمام المرمى، الله! ويستمر ربيعة وتستمر أهداف الرامي لتعلن عن تقدم النادي الأهلي في الدقيقة 14. النادي الأهلي يتقدم بصناعة حسين، ورامي ربيعة يستمر بالأهداف الحاسمة في النهائيات وفي كل البطولات. هو من افتتح الأهلي، من افتتح كل حاجة بيد النادي الأهلي يتقدم بهدف مقابل لا شيء. يا سلام يا الأحمر، يا سلام يا النادي الأهلي. رامي ربيعة والأهلي استفزه، لا تستفزه. بيرسي تاو، الله! الأهلي قدعنه الأهلي في دقيقة يسجل الآن هدفين. بيرسي تاو يسجل للنادي الأهلي الهدف الثاني. الأهلي يا معقد الكيمياء ويا من أتعبت الفيزياء، الأهلي الآن يسجل كالنهر الذي لا ينضب. الأهلي زي النيل لم ولن يتوقف، والأهلي الآن يتقدم بالهدف الثاني. تستفزوا ليه؟ بتهاجموا ليه؟ عاوزين تفوزوا ليه؟ هو الأهلي حسم كل حاجة في دقيقة. الأهلي مفرح الشعوب، الأهلي محرك القلوب، الأهلي عن طريق بيرسي تاو الآن يسجل الهدف الثاني. كل شيء وارد. عاوزين الثالث. بيرسي تاو يا تاو، ولكن مضاد للاكتئاب. كرة ملعوبة عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء، بتعدي لها الكرة، لا زالت قائمة. الأهلي رعب يثير المطامع. يا سلام أبو علي كاد أن يسجل، ولكن الكرة راحت. الكرة تصدى لها كيفن إنياغو. يا سلام يا بيرسي وميرسي يا يعني إذا الخطيب اعتزل صدمة كبيرة. هذه الكرة الآن ملعوبة، لكن رامي ربيعة بتتخلص، ترجع مرة ثانية، بتتسدد. الشناوي ملعوبة، بتعدي إلى خارج الملعب. الشناوي حافظ على نظافة شباكه في عدد مهول من المباريات بصراحة. تاو لا نمانع بالثالث. بيرسي تاو وصلت الآن تسديدة من مسافة. كرة ملعوبة الآن بشكل سليم. إمام عاشور بيجرب، الله! تسديدة حلوة بتمر إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. هذا إمام عاشور
كرة ملعوبة أمامية، رامي بيحاول، الكرة لا زالت قائمة، الشحات بيلعبها لوسام، وسام بيسدد ولكن بيخلصها حارس المرمى. الحارس كيفن يسيطر على الكرة الماضية. شوف هذه الكرة وكرة وسام بهذا الصدد، اعتقد انها ستحدث طفرة غير مسبوقة. يطلع يكمل دراسته ولا طالع شغل ولا عرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة امام المرمى، الكرة امام المرمى، الشناوي قالك، الشناوي قالك يا سلام يا الزمالك لسه هناك، كرة بتلعب لا زالت قائمة امام المرمى، بتتسدد ولكن بتعدي الى خارج الملعب. ضربة مرمى. هذه المحاولة من بونيفاك ايبوندي، وهذا احتجاج من المدرب البرازيلي السيطر مارتن أنيب. هذه كرة أمامية، محاولة المرور، الكرة ما فيها شيء، عرضية لكن الشناوي محاولة حصلها، لا زالت الكرة على أرضية الملعب داخل منطقة الجزاء في أقل من دقيقة. هذه كرة ملعوبة عرضية والآن وسام أبو علي يحاول استثمار الوقت بدل الضيع، الكرة بتصل لمحمد المتعود عليها. هكذا المشهد المعتاد أيها الأحبة الكرام في مرمى الفريق الكيني، وأن يسجل هدفين. إحصائيات شوط المباراة الأول سجل، وهو كان أعتقد من وجهة نظري الشخصية أبرز لاعبين النادي الأهلي في شوط. الله عطية الله عالية وعرضية أمام المرمى، من وصل للنهائي، أكثر من فاز باللقب، أكثر من سجل، أكثر من فاز، أكثر عرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة لا زالت داخل المنطقة إلى ضربة ركنية. عرضية داخل منطقة الجزاء على الجهة اليمنى، محاولة تقدم، عرضية أمام المرمى، بتتخلص الكرة إلى ضربة ركنية لصالح غورما هي على مرمى النادي الأهلي. هذا محمد هاني وصلت ل 42 مساهمة، ترجع الكرة بتتسدد من مسافة إلى خارج، تقدم بشكل خطير داخل منطقة الجزاء أمام المرمى، الكرة بتعدي إلى خارج الملعب، ضربة ركنية لمصلحة غورما هي الكيني. يسرى ممتازة باتجاه بيرسي تاو، لكن كيفن ضربت اللعب، نقترب من مضي ساعة، تسديدة بتعالوا على الجهة اليمنى، عالية وعرضية، الشناوي بيسيطر عليها، عطية اللي راح يخرج، تلعب الكرة إلى خارج الملعب، كرة بالخطأ، حصلها، لا يا طاهر، والمخرج فين؟ المخرج فين؟ مش قلت لكم حتشوفوا تيشيرت النادي الاهلي؟ أوستن اوتينو على التنفيذ، عاليه عرضيه داخل منطقه الجزاء، غير طبيعي. هذه كره ملعوبه الان لغورما، هي محاوله المرور، الثاني عرضيه لبيرسي تاو، مشاها راسيه والكره بتعود لحد، رجعت لبيرسي تاو، بيرسي سهله يا تاو، لعبها لوسام امام المرمى، الله، الهدف الثالث للنادي الأهلي. الأهلي بيسجل الهدف الثالث الآن ويحسم المباراة ويحسم بطاقة التأهل. النادي الأهلي يسجل الهدف الثالث عن طريق بيرسي تاو في هدفه 11 في البطولات الأفريقية. ها هم الثالثة شمال والثالث جه، والهدف الثالث وبعد